عمرك سألت نفسك إزاي الموبايل ظبط صوتك وصورها بالليل أو ضلمة؟ وإزاي الكيبورد يتوقع الكلمة اللي اكتبها قبل ما تخلصها؟ السر هنا مش بصوص القول، لا السر هنا في المشين اللي بقى حرفيا عايش جوه جيبك وبنستخدمه كل يوم من غير ما نحس. أولا الكاميرات الذكية، الموبايل دلوقتي ما بقاش مجرد عدسة بتلتقط الضوء، خوارزميات المشين ليرنينج تعمل تحليل لصور في أجزاء من الثانية، بتفصل وشك عن الخلفية وبتعالج الألوان عشان تطلع لك صورة احترافية من غير ما تعمل أي مجهود. ثانيا أداء البطارية، موبايلك بقى بيحفظك، الماشين ليرنينج بقى بيراقب عاداتك واستخداماتك، بيعرف انت بتفتح تطبيقات ايه وامتى، وبيوجه طاقة البطاريات ليه، وبينيم التطبيقات التانية عشان يوفر لك البطارية لأطول فترة ممكنة. ثالثا الأمان والخصوصية، بصمة الوش أو الفيس اي دي أو المساعد الصوتي، دي كلها نماذج ذكاء اصطناعي تتعلم ملامحك ونبرة صوتك مع الوقت عشان تكون أسرع وأدق، وصعب جدا حد يخدعها. باختصار الموبايلات ما بقتش مجرد أجهزة اتصال، دي عروض صغيرة بتتعلم مننا عشان تحسن حياتنا للأرض. تفتكروا إيه أكتر ميزة في الذكاء الاصطناعي هيطوروها في الموبايلات السنين اللي جاية؟ شاركونا برأيكم في الكومنتات وتابعونا عشان هنبسط المشين ليرنينج بشكل مبسط. AIS Academy Future Skills. سلام.